ده جو بارك، هو مش لابس قناع ولا حاجة، ده شاب اتحول أجزاء من جسمه لسمكة بسبب تجارب غلط اتعملت عليه، وبقى حديث كل الناس. ناس اتعاطفت معاه وناس شافته نصاب وناس حبته وناس كرهته، ومحدش كان متفق عليه. وعدى 5 سنين من آخر ظهور ليه، ومحدش بيفتكره غير الشاب ده اللي اسمه سانج، واللي بيشتغل مراسل صحفي في قناة ومهتم انه يعمل فيلم لحياته. لكن كل الناس شايفاه مجنون ومكبر الموضوع، ده سمكة يعني، روح هاتلك 2 كيلو ما تزعلش. لكن بارك بيكون مش قادر يفارق دماغه وبيأثر في شغله بسبب كده. وفي يوم بتيجي بنت اسمها جين لسانج وبتديله ظرف وبتمشي، فلما بتفتحه بيلاقي بارك كان كاتب عن أول مرة شاف جين فيها من 5 سنين. فبيرجع سانج بذاكرته 5 سنين لورا لما راح يقدم على شغل مراسل في القناة، وكان ساعتها لسه موضوع بارك حاصل، والمدير قال له عشان يشتغل يروح لجين ويطلب منها تخليه يعمل لقاء مع بارك اللي كان قاعد ساعتها عندها. فبيجمع معلومات عن الموضوع وبيجيب عنوان جين وبيروح لها، وبيلاقي بيتها كله مكتوب عليه شتايم والناس مروقين عليها. وبيدخل وبيسألها، بس هي بتقوله انه هرب من شركة الأدوية اللي عملت عليه تجارب وجي يقعد عندها عشان ما يعرفوش عنوانها، بس هي طلعت كلبة فلوس وكلمتهم عشان يجوا ياخدوه وتاخد هي الفلوس. فسانج بيستغرب وبيقول لها انتوا مش كنتوا مرتبطين، حبيبك ولا الفلوس يا جين؟ فبتقوله ده سؤال بس، الفلوس طبعا، وبعدين دي كانت علاقة عابرة يعني، انا اصلا نباتية ما بحبش السمك. وبعدين بقولك ايه، انت هتصدعني ليه؟ تعالى اوديك شركة الأدوية واخليك تشوف بنفسك. وبيدخلوا الشركة على انهم ديليفري، وبيروحوا على مكان معمل الاختبار وبيلاقوه مقفول. فجيم بتخلي سانج يشيلها وبتولع في جهاز الانذار، فبيشتغل وبيفتكروا ان في حريق، والدكاترة بتطلع من المعمل بسرعة وبيسيبوا الباب مفتوح، وجين وسانج بيدخلوا وبيلاقوا بارك مربطينه. واول ما سانج بيشوفه بيغمى عليه، وجيم بتاخد الكاميرا وبتوري للناس بارك، والقنوات بتتكلم عن بارك، ومنظمات حقوق الانسان بتقوم ما بتقعدش، وبيكون حديث كل الناس. وسانج بيتعين في القناة والمدير بيكون مبسوط منه، وبيتبسط اكتر لما بيعرف ان سانج واخد بارك عنده البيت، وبيطلب منه يعرف عنه كل حاجة من غير ما حد يعرف انه مراسل القناة. وبعدها بيروح سانج لبيته عشان يصور بارك وهو بيتكلم عن اللي حصل، وبتكون جيم موجودة. لكن فجأة ابو بارك بيدخل وبيضرب بارك بسبب اللي عمله، وانه ما كانش محتاج فلوس عشان يروح لشركة ادوية يخلوهم يعملوا تجارب عليه، وبيتخانق مع جين كمان. بعدها شركة الادوية بتنزل اعتذار رسمي عن اللي حصل في بارك، وبيقول الدكتور بيون انهم كانوا عايزين ياخدوا بروتين معين من سمك التونة والسلمون ويزرعوه في الخلايا الجذعية في الانسان، وبكده الانسان مش هيكون محتاج لا اكل ولا مية، وهيبقى عنده طاقة ما بتنتهيش. وبيكون سانج عايز يقابله لكن بيكون رافض المقابلات، فبيروح لجين عشان تساعده، وبتبقى كلبة فلوس ما بترضاش الا في مقابل 500 بلبل. وفي الاخر بيون بيجري منهم اصلا وما بيقدروش يكلموه، وبيعدي الوقت وبارك بيبقى ترند وكل الناس بتتكلم عنه وعن شركة الادوية والقضية اللي رفعها بارك عليهم. وفي يوم بيكون كام المحامي بتاع بارك قاعد مع بارك وبيقول له يظهر قدام الناس بشكل كويس عشان يتعاطفوا معاه، بس هو ما بيكونش مركز معاه وعمال يشرب. وجيم بتتخانق مع ابوه عشان كل اللي همه الفلوس، وبيسأل عن التعويض وما هموش مصلحة ابنه. فجيم بتتخانق معاه وبيمسكوا في بعض، فبارك بيقول لهم يا جدعان شوفوا لي ازازة مية وبعدين حلوا مشاكلكم. وبيعدي الوقت وجسم بارك بيتحول بسرعة كبيرة لسمكة، والدكاترة ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه. فجيم بتقترح توديه المكان بيعالج بطقوس معينة، وبيفضلوا يضربوا في بارك، لكن ابوه مش بيستحمل وبيضرب الراجل اللي بيضرب ابنه. وهم مروحين ابو بارك بيتخانق مع جين وبينزلها من العربية، فبتحاول جين تأثر على بارك عشان ينزل معاها، لكنه بيفضل قاعد، وبيمشوا كلهم وبيسيبوا جين في الطريق. وبعدها الناس بتتعاطف مع دكتور بيون فجأة ومحدش بيكون عارف السبب، وكمان بيطلع ناس يعارضوا بارك وبيقولوا انه متحرش وبيسوقوا سمعته عشان يخسر القضية، والناس كرهته وبقوا يضربوه ويرموه بأي حاجة أول ما يشوفوه، وبيستخدموا العنف معاه لدرجة إن الشرطة بتتدخل عشان تنقذه. وبيقرر بارك إنه يختفي، وبيفضل سانج يدور عليه طول اليوم لكن من غير فايدة، لحد ما بيروح بيته وبيلاقي بارك قاعد في البانيو بيستحمى، وبيقول له لا مؤاخذة بس مفيش حتة تانية روحها. فسانج بيفرح وبيلاقيه متعور فبيطهر له الجرح وبيقعد يتكلم معاه، وبارك بيقول له إنه كل حلمه إنه كان يبقى إنسان طبيعي يشتغل ويتجوز ويجيب عيال. فسانج بيتأثر جدا وبيسأله بارك طب انت كان ايه حلمك؟ فبيقول انه كان اكبر احلامه يبقى مراسل عشان يعرف الناس الحقيقة، لكنه اكتشف عكس كده لما دخل في المجال. وتاني يوم سانج بيكون رايح لكام المحامي، لكن بيلاقيه قاعد مع الدكتور بيون، وبيطلع انه متفق مع الدكتور ضد بارك. ولما بيرجع سانج البيت بيلاقي بارك رابط رقبته في حبل وبيحاول ينتحر، فسانج بينقذه وبيوديه المستشفى بسرعة. وبيجي كام وبيتخانق مع سانج وبيقول لابو بارك انه مراسل
القناة وإنه مش بيعمل كده مع بارك لله والوطن يعني. فسانج بيفضحه هو كمان قدام أبو بارك، لكن المفاجأة إن أبو بارك بيسأل كام الدكتور بيون هيدفعوا كام. فسانج بيكون مصدوم، هو إزاي كل همه الفلوس كده، وبيتخانق معاه. وساعتها بيطلع بارك وبيقول لهم كفاية خناق وبيمشي، وبيروح لجين وبيعتذر لها. فبتحس بتأنيب الضمير وبتقول له بتعتذر لي على إيه؟ أنا السبب في كل اللي حصل لك. وبتقول له كمان إنها عمرها ما حبته. فبيقول لها إنه عارف كل ده وبيديها فلوس وبيمشي. وبعدها بيقرر إنه يسلم نفسه لشركة الأدوية تاني جايز يعالجوه، لكن اللي بيحصل عكس كده، وبيعملوه فار تجارب تاني وبيعذبوه، وكمان بيدوله جرعات أدوية غلط بتخليه يغمى عليه. ولما دكتور بيون بيعرف بيزعق لهم وبيقول لهم إنه إنسان برضه، لكن بعدها بيموت بارك. وسانج بيكون أكتر واحد متأثر وبيحضر الجنازة بتاعته وبيشوف وش بارك الحقيقي لأول مرة. أما الدكتور بيون فبيتقبض عليه وبيتسجن، وأبو بارك عاش حياته عادي ولا كأن ابنه مات. وجين بقت مشهورة جدا وموظفة في الخدمة المدنية، وبقت بتحاول تكون شخص كويس، والكل عاش حياته ما عدا سانج. بارك مش قادر يروح عن باله، وبيرجع سانج بذاكرته لدلوقتي بعد ما افتكر كل اللي حصل لبارك من 5 سنين، وبيقرر يروح يقابل الدكتور بيون، وبيوريله صورة كانت في الظرف اللي معاه، صورة للبحر وظاهر فيها ايد بارك، وبيسأله إذا كان بارك فعلا مات ولا بيشتغلوا. فبيقوله إن بارك صعب عليه بعد كل اللي حصل وعرض عليه إنه يساعده. فبارك طلب منه يوديه البحر عشان يكمل حياته كسمكة، لأنه بعد ما اكتشف حقيقة كل اللي حواليه مش هيقدر يعيش وسطهم تاني. فبيون بيحقق له اللي هو عايزه، وبيقول كمان لسانج إن بارك كان عارف إن سانج هيجي في يوم ويسأله عن الحقيقة، وقال له يطلب منه إنه ينشر الحقيقة دي ويعرف الناس كل حاجة. ولما بيون سأله ليه قال له عشان دي مهنة المراسل الحقيقي. وبيتصدم سانج من اللي بيسمعه وبيركب عربيته وبيفضل يعيط. وبعدها لما بيوصل القناة بيلاقي جين في وشه وبتديله شريط وبتقوله يشوفه وبتسيبه وتمشي. فبيندهها وبيسألها ليه كل شوية تديله حاجة وتمشي. فبتقوله إنها واقفة إنه هيكشف الحقيقة وإنه أكتر واحد كان مهتم ببارك، وبتمشي. بعدها بيروح سانج يشوف الشريط فبيلاقيه فيديو البنت وولد بيعملوا دايفنج مع بعض. فبيستغرب، أيوة يعني يا جين عايزة إيه؟ لكن فجأة بيلاقي بارك ظهر في الفيديو وبيعوم. فبيقرر سانج إنه يكمل الفيلم الوثائقي عن بارك، وخد أجازة من الشغل لحد ما يخلص الفيلم الوثائقي. وبيخلص الفيلم على كده. لو وصلت لحد هنا فاعرف إنك رايق، ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس واستنى كل جديد.